حظوظ المنتخب الوطني في الكوب دو موند؟ والله الحظوظ نتاعنا في الترشح ماهيش كبيره برشا. صحيح ممكن في الكاس العالم هذايا امكانيه ترشح احسن ثالث وارده برشا، خاطر كبروا في النومبر نتاع لي زيكيب لي ناسيون. لكن احنا المشكله اللي جاونا في معناتها منتخبات قويين ياسر، هولندا واليابان والسويد هذوما. حسب رايك؟ حسب رايي نتمنى بالطبيعه باش احنا نتعداو ليه الدور رايك الثاني. كمحلل رياضي من ناحيه العاطفه؟ شو كرويا ما نجموش نفرعوه معناها الناس هذوما بكل صراحه. احنا اللاعبين اللي عندنا يلعبوا في مستويات معينه، وفما دي جوار يشاركوا برشا، فما لاعبين ما يلعبوش مقارنه باللاعبين اللي في هولندا وفي اليابان. يعني ما عندناش حظوظ. ما عندناش حظوظ، اما تقعد كره قدم معناها 11 ضد 11 كل شيء فيها وارد. نجموا خويا نعملوا معجزه، تحبش تعرف على الكوره ان شاء الله ان شاء الله تصير المعجزه. وليد، مريت بتجربه صعيبه برشا واللي كنا نعرفوها، كانت اصعب مرحله ومحطه في حياتك اللي هي كانت فتره المرض، لطف عليك والحمد لله على سلامتك. كيفاش عشتها الفتره هذه؟ عشتها عادي معناها، ربي سبحانه اعطاني القوه، اعطاني الصبر وقدره التحمل. ظهرت لك معادن برشا عباد في حياتك؟ اي شوف اسمعني، احنا اللي يعجبك فينا في تونس ديما نتعاطفوا معناها مع الناس اللي يمروا بواقع صحيه، ولا العباد اللي تصير لهم مصايب، والعباد معناها يعطيهم الصحه. معناها التوانسه ديما تلقاهم في الامور هذيا بكل صراحه. وقت اللي تحك الركب ديما التونسي قلبه حنين، ما يغركش هكاك العرك والمشاكل والسبان. يعني لقيت العباد دايره بيك في محنتك؟ لقيت برشا عباد معناها من الفرق الكل من تونس كامله وقتها معناها تمناو لي الشفاء، ولقيت الكلمه الطيبه والتشجيع الحقيقه. لكن وقت اللي كيما نقولوا وقت الرسمي ما تلقى كان بالرسمي العباد الصحاح. كيما سالتني على الاسعد الدريدي، قلت لك راهو مع احسن انسان لقيته في حياتي هو معناها مد اليد والحقيقه، وتحدى الناس الكل. وكي مشيت للملعب التونسي وقتها الناس قالوا لاعب منتهي وما عادش ينجم يضيف. لعبت المقابلات، كانت وقت الظروف مش باهيه على الناس الكل، معناها كنا نلعبوا عنا من بونيكيب لكن ما مشيتش الامور. اما من بعد انا لقيت روحي وكملت كاريري في احسن الظروف، وذاك علاش الاسعد نشكره. اما سيرتينمون لي سيتواسيون هذوما يعلموك ويقويوك ويخليوك تفوالا لا في اوترومون. وليد، شنو اللي تبدل فيك بعد التجربه هذه وبعد الحمد لله يا ربي الشفاء؟ شنو تبدل في وليد؟ تعرف فما حاجه العبد معناتها في داخليته يعيشها وينجم بارتاجيها معناها مع عباد اخرين كي يسالوه، لكن ريالمون ما يحسها كان هو. ريت في النظره ككل معناها للحياه، فما برشا حاجات تولي ما عادش تعطيهم اهميه كبيره. تولي تقول العائله هما اهم ناس، الناس القراب لك، تعرف العباد اللي تحبك بالحق، تعرف الناس اللي تخاف عليك بالحق، وتعرف اللي معناتها بالرسمي الدنيا هذيا فانيه وما يقعد كان وجه رب. أكيد، والحمد لله على سلامتك مرة أخرى، وإن شاء الله ربي يشفي كل إنسان مريض يا ربي، ويسارع سيرتو في المرض الخبيث، إن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه. وليد، نعرفوا اللي أنت رياضي، ونعرفوا اللي أنت محلل رياضي صريح زادة، ونعرفوا اللي أنت فنان. توا حاجتنا بيك الفنان. بمناسبة عيد الأمهات، شنو باش تهدي لأمك؟ ساعة شنو تقول لها